قال: ما حكم تركيب الكاميرا في المساجد؟ لا يجوز. والله يا أخواني نخشى أنه يبدأ شيئا فشيئا، يعني رجع مثل السعودية ما فيش حتى ما بقي إلا الحمام ما تركبون كاميرات. والله تتصور يعني تسأل الله المغفرة، في أي بقالة في أي مكان كاميرا. يا أخواني أنا أقول لكم أولا حكم التصوير حرام، حكم التصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح حرام. الأمر الثاني بعضهم يعلل يقول: يا أخي لو تضع على المحلات وكذا عشان نعرف السارق. طيب يجي لك سارق من بلاد أخرى، عاد بعض السرق يفعل لك كذا، يأشر لك ما تعرفه ولا يعرفك، مشان نفسه يمشي يأشر لك كذا، يقول لك شوف أنا مشان نفسه، فأنت رحت ما تعرفه. بلدنا ما هي متقدمة يا أخواني، بعض البلدان، وما أقول إنه مسوغ إنه حتى لو تقدمت بلدنا نعمل، لا، بس عشان أعرفكم إنه تعليلاتهم عليلة. يعني يذكر لي أخ من الأخوة درس في بلد أخرى، قال هناك طالب من دولة عربية مسلمة دخل معبد البوذيين في تلك البلد الذي يدرسوا فيها، فشاف ما في حد وضرب برجله على تمثال من تماثيل البوذيين وروح السكن. ما بالله ساعة وساعة ونص على طول جاء الأمن وأخذه. كيف أخذه؟ عن طريق الكاميرا. كيف الكاميرا؟ المطارات والداخلين، وبس لا يطرح الصورة في الكمبيوتر على طول خرج من فين يدرس، شلوا أخذوه. يعني بلادنا إلى الآن عادوا معهم الألبوم في المطارات، فتش ويشوف وجهك وكذا، عادوا بدائيين. شوفوا والله أنا تعجبت 15 مطارا ركبتها، ويعني ركبت منها الطائرات في أندونيسيا، ما وجدت عسكريا. والله هذا شيء يعني تعجبت منه تماما. ما وجدت عسكري مع آلي، وجدت عساكر يسافروا معنا، يسلموا السلاح، يسافروا معنا مجرد ركاب، يفتشوهم مثلنا تماما، يفتشوا شنطهم، ولا عسكري واحد. لكن وقت الشيء على طول يظهروا، فيقول لك لا علشان الأمن. مما يعني نحن نحمد الله عز وجل، نحن في بلادنا وفي هذه المحافظة المباركة، وخاصة في هذا في الساحل الأمن الحمد لله. فبالنسبة للسارق يعرف، ما يحتاج كاميرات ولا يحتاج. أقول لكم بعض المساجد الآن بدأت، وبعدين حمى ستنتقل من مسجد إلى مسجد. فبعضهم يقول لك لا والله خايفين على الماطور، والثاني يقول لك خايفين على الامبليفاير، والثالث يا أخي الذي بيسرق تحتاج بيجي لك ملثم بيأخذها، يأخذ الماطور إلى آخره. صلى الله عليه وسلم.